معنا الآن على الهاتف الزميل صلاح عبد الشكور رئيس المركز الإعلامي الروهنجي. أخونا صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يعني أخوي صلاح، أول شيء يعني نشكر لكم جهودكم الرائعة في إبراز القضية الروهنجية، ويعني يمكن السؤال اللي يعني ودي أبتدئ به معك، لماذا لا تزال حقيقة الصورة غائبة في القضية الروهنجية على مستوى الأمة يعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر لكم يعني طرحكم بهذا الموضوع الحيوي والهام في واقع أمتنا اليوم. قضية مسلمي الروهنجيا وهم مسلمو الأقلية الروهنجيا في بورما ميانمار، طبعا لو أردت أن أذكر لك السبب الأول يأتي أن النظام الميانماري في بورما اعتمد على سياسة تكميم الأفواه بشكل كبير وإسكات جميع الأصوات التي تنادي بحقوق هذا الشعب. يعني تخيل أخي الحبيب، يعني في أراكان هذا الإقليم أو هذه الولاية التي يعني يذبح فيها المسلمون ويضطهد فيها المسلمون بشكل كبير، يمنع المسلم من أخذ جوال، من التقاط صورة، من عمل أي شيء. بل هنالك في المعتقلات السرية من المساجين ممن يعني تهمهم أنهم ينقلون أخبار الخارج. هذا السبب الأول. السبب الثاني يقول حقيقة يعني العالم الإسلامي مع كثرة جراحاته ونكباته لم يعد يعني يدرك أو يلاحق هذه القضية التي تقع في يعني جنوب شرق آسيا، في المنطقة النائية البعيدة عن قلب العالم الإسلامي. هذا سبب. السبب الثالث أن هنالك حقيقة أقول كان في الماضي فعلا تقصير كبير وواضح، ولكن استطيع القول في هذه اللحظة التي يتحدث فيها أن هذا التقصير ولله الحمد يعني استفاق كثير من وسائل الإعلام، وأصبحوا يعني يضعون قضية الروهنجا من أولويات الطرح في وسائل الإعلام. نحن لاحظنا في ال3 سنوات الأخيرة أن هنالك حركة، ونحن أيضا حقيقة لا أبرئ ساحة الروهنجيين، نحن أبناء القضية أيضا كان لدينا قصور في السابق، ولكن نعم، من فضل الله جل وعلا في هذه المرحلة التي تعيش القضية يعني مرحلة منعطف خطير. هنالك شباب حقيقة ناضجين، وخاصة من أبناء المملكة العربية السعودية الذين تربوا على هذه الأرض واحتضنوا من قبل هذه الدولة المباركة في المملكة العربية السعودية، أصبحوا يعني يصدحون بهذه القضية في الشرق والغرب عبر مختلف وسائل الإعلام. وأصبحت هنالك ولله الحمد يعني مراكز إعلامية متخصصة، أصبحت وكالات أنباء تغذي جميع وسائل الإعلام بأخبار هذه الأقلية. أستاذ صلاح، يعني الآن يعني هل بصفتك رئيس للمركز الإعلامي الروهنجي، هل من خطوات الآن يعني قادمة، خطوات عملية تحرصون على تنفيذها من أجل إبراز القضية بشكل أوسع، من أجل الوصول بهذه القضية لكل مسلم؟ أحسنت. لدينا حقيقة يعني أمنية، وأستطيع القول أن الأمنية بدأت يعني تتبلور على أرض الواقع لإطلاق أول قناة فضائية. هذا حقيقة حلم بعدة لغات، باللغة الروهنجية التي هي اللغة الأصلية للعرقية، وأيضا بلغة بورميس اللي هو لغة أهل بورما، وأيضا باللغة العربية والإنجليزية. هنالك حقيقة خطوات جادة في هذا الموضوع، وهنالك يعني نشطاء بدأوا العمل والتخطيط في هذا الموضوع. أمر آخر حقيقة يعني المركز الإعلامي البسيط الذي نحن نديره استطاع أقول بفضل الله وبفضل جهود يعني بسيطة عن طريق الإعلام الجديد، عن طريق العلاقات العامة مع وسائل الإعلام، إيصال هذه القضية. صحيح. أقول لو تبنت كل وسائل الإعلام أن تضع يعني أولوية من بين برامجها وجدولها وأجندة الإعلامية، تستطيع بإذن الله هذه الوسائل إيصال صوت العالم. نحن في المركز الإعلامي حقيقة، وأنا أوجه دعوة لكل وسائل الإعلام التي تتابع هذه الحلقة، أننا حقيقة نناشدهم أن لدينا حقيقة استعداد للتعاون التام لطرح قضيتنا بأي شكل مرئي أو مسموع أو مقروء بأي طريقة يعني كانت. نحن مستعدين للتعاون، وقد تعاوننا حقيقة مع كبريات القنوات الفضائية، والحمد لله القضية في طريقها إلى الظهور بشكل أبرز وأوضح في المرحلة القادمة بإذن الله. الأستاذ صلاح عبد الشكور رئيس المركز الإعلامي الروهنجي، شكرا جزيلا لك على هذه